السلام عليكم. اليوم بيصير معكم كيك الشوكولاتة بطريقة سهلة جدا. نشوف الطريقة. أول حاجة هنا عندي 3 حبات بيض، نصف كوب سكر مع رشة فانيليا. بعد كده بخلط كل المكونات مع بعض كويس إلين ما أحصل على قوام كريمي، وهذا القوام المطلوب. بعد كده بحط كوب إلا ربع حليب، نصف كوب زيت، واخلطهم مع بعض كويس بهذا الشكل. حاليا بجهز المكونات الجافة: ملعقة كبيرة كاكاو بودر أو ملعقة كبيرة بيكنج باودر وكوب ونص دقيق. بخلطهم كويس. بعد كده بحط كل المكونات الجافة وأنخلهم بهذا الشكل. وآخر شيء بخلط كل المكونات مع بعض بهذه الطريقة. وهذا هو القوام المطلوب. حاليا بحضر القالب، حطيت عليه شوية زيت ورشيت رشة دقيق عشان ما يلصق علي الكيك. حاليا بحط الخليط في القالب وآخذه على الفرن على حرارة 150 من تحت، تقريبا من 45 ل 50 دقيقة. بعد كده بحمر من فوق. وهذا الشكل النهائي بعد ما خرجنا الكيك من الفرن. بخليه يبرد تماما، بعد كده بقلبه. حاليا بقلب الكيك بعد ما برد. بعد كده بحط صوص الشوكولاتة من فوق. وآخر شيء بزين بشوية شوكولاتة مبشورة، وتقدروا تزينوا بأي حاجة تبغوها. وهذا الشكل النهائي. وبس كذا، وعليكم بألف عافية.